بيبدأ الفيلم في غابة اسمها أرض العزة وبيعيش فيها كل الحيوانات مع بعض في سلام تحت حكم الملك العادل مفاسا، واللي النهاردة هيقدم للمملكة ابنه اللي لسه مولود الأمير سيمبا، واللي هيكون الملك بعد رحيل أبوه الملك مفاسا. وبعد ما حيوانات المملكة بيتجمعوا القرد رفيقه المخلص للملك مفاسا بيقوم بمراسم الاحتفال بالأمير سيمبا، وبياخدوا من أمه الملكة سرابي وبيقدموا لكل المخلوقات اللي بيحتفلوا بيه. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بنشوف فار صغير بيستخبى في كهف، وبيكون عايش في الكهف ده الأسد سكار. وسكار بيكون أخو الملك مفاسا وعم الأمير سيمبا، لكن ما بيكونش حاضر مراسم التتويج بسبب حقده عليه، وده لأنه مش هيكون ليه فرصة في المستقبل إنه يكون ملك بسببه. وبنشوفه وهو بيكلم الفار وبيقوله إن هما شبه بعض، وده لأنهم بيعيشوا في الضلمة على فتات الأكل. وفي الوقت ده بيوصل الطائر زازو مراسل الملك مفاسا علشان يبلغ سكار إن الملك غضبان منه لأنه ما حضرش مراسم التتويج بتاع ابنه. لكن سكار ما بيهتمش بكلامه وبيفكر يفترس زازو، بس في الوقت ده بيوصل الملك مفاسا وبيمنع سكار إنه ياكل زازو، وبيسأله بعدها عن سبب غيابه عن حفل التتويج. فبيقول له سكار وهو متغاظ انه نسي ميعاد الحفله خالص وبيدي ظهره للملك علشان يمشي. فبيقول له مفاسا وقتها ما يتجاهلوش وهو بيكلمه، وبيفكر انه سيمبا هيكون ملك عليه لما يكبر. وسكار وقتها بيقول له باستهزاء عاش الملك وبيسيبه وبيمشي. وزازو بيقول له مفاسا انه لازم ينفي سكار بره المملكه لانه متوقع الغدر منه، لكن مفاسا بيقول له انه ما يقدرش يعمل كده مع اخوه لان ارض العزه تبقى وطنه هو كمان. وبنروح للقرد رفيقه اللي بيجمع مجموعه من الحيوانات المضيئه والديدان علشان يرسم رسمه لوش سيمبا. وبتعدي الايام وبيكبر سيمبا وبيكون صاحي نشيط قبل شروق الشمس، وبيروح علشان يصاحب باباه الملك مفاسا، وده لانه وعد سيمبا انه هياخده معاه في جوله علشان يتفقدوا المملكه. وسيمبا بيكون متحمس جدا علشان يبداوا الجوله دي، لكن مفاسا بيروح لصخره عاليه في البدايه علشان يوري لسيمبا حدود مملكته اللي بيحكمها، واللي بتكون عباره عن اي ارض بتلمسها الشمس ظاهره قدام عينيهم. وبيقول مفاسا لسيمبا ان دوره كملك في المستقبل انه يحمي المملكه ويحافظ عليها. ولما بيسالوا سيمبا انه هيحكم كل الارض دي بما فيها المكان المظلم اللي ورا الجبل، مفاسا بيعرفه ان المنطقه دي خارج سيطرتهم. فسيمبا بيقول له ان المفروض انه هيبقى الملك وكل حاجه تحت سيطرته، لكن مفاسا بيقول له ان الملك الحقيقي لازم يعرف امتى يدي زي ما بياخد، لان الحياه بتخضع لتوازن دقيق. وفي الوقت ده بيوصل زازو مراسل الملك وبيبدا ان هو يقدم تقرير لمفاسا اللي بيكون مشغول بتعليم سيمبا الصيد، وبيدربه على انه يمسك زازو من غير ما يحس. هو سيمبا فعلا بيعمل كده وزازو بيتخض وبيمشي، لكن زازو بيرجع للملك بسرعه وبيقول له ان الضباع عملوا حمله صيد على المملكه. ومفاسا وقتها بيأمر سيمبا ان هو يرجع البيت وبيجري بسرعه علشان يدافع عن ارض العزه. وبعدها زازو بياخد سيمبا وبيرجعه البيت علشان يلعب مع باقي الاشبال الصغيرين، لكن سيمبا بيكون زعلان جدا لانه عايز يروح مع مفاسا، وبيفضل يطارد حشره صغيره لحد ما بيلاقي نفسه قدام عمه سكار، واللي بيكون قاعد فوق صخره عاليه. ولما بيشوف سيمبا بيطلب منه انه يبعد عنه، لكن سيمبا بيطلع جنبه وبيقول له ان باباه قال له انه هيحكم مملكه ارض العزه لما يكبر، وانه كمان هيكون ملك عليه هو نفسه. فسكار بيقول لسيمبا ان مفاسا اكيد ما حكالوش عن مقبره الافيال اللي موجوده في اخر المملكه، وده لان المكان ده للشجعان، وانه لسه شبل صغير وما ينفعش يروح هناك. وبيطلب منه انه يوعده ما يجيبش سيره انه عرفه المكان ده، لكن سيمبا بيروح ياخد صديقته نالا بحجه ان هما يلعبوا مع بعض. وفي الطريق بيقول لها ان هما يروحوا لمنطقه مقبره الافيال علشان يستكشفوها، لكن نالا بتحذر سيمبا من خطوره المكان ده، وبالرغم من كده سيمبا بيصمم انه يروح هناك. وفي الطريق بيقابلوا زاز اللي بيقول لهم ان هو فرحان لانه شايف قدامه ملك وملكه المستقبل، وبيقول لهم ان هم دلوقتي في حكم المخطوبين، لكن نالا وسيمبا بيقولوا له ان ده مش ممكن يحصل لانهم اصدقاء. وبيجروا هو ونالا وسط حيوانات المملكه علشان يهربوا من زازو، لكن زازو بيقول لسيمبا انه عارف هو ناوي يروح على فين، لكن سيمبا بيتجاهله وبيجري مع نالا لحد ما بيوصلوا لحدود المملكه. وساعتها زازو بيسيبه وبيطير علشان يرجع للملك مفاسا ويعرفه باللي حصل. اما سيمبا فبيكمل طريقه مع نالا وهم بيلعبوا مع بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم قدام مقبره الافيال، والمكان بيكون مخيف جدا ومليان بالهياكل العظميه، وبالرغم من كده سيمبا بيبدا يستكشفه. اما نالا فبتحاول تقنعه ان هم يرجعوا لانهم بعدوا جدا عن حدود المملكه، لكن سيمبا بيصمم انه يروح لاماكن ابعد داخل المقبره. وفي الوقت ده بيحسوا بحركة غريبة في المكان، وبيظهروا مجموعة من الضباع الشرسة اللي بيحاصروا سيمبا ونالا. وبتظهر قائدة الضباع اللي اسمها شينزي وبتقول لسيمبا انها كانت مستنية الفرصة دي من زمان، وان قوانين مفاسا ما بتمشيش على ارض الضباع اللي في مقبرة الافيال. وفي الوقت ده بيوصل زازو وبيقول لشينزي ان سيمبا غلط انه تعدى على ارضهم، لكنه بيحذرها انها تهاجمه لانها كده هتبدأ حرب مع مفاسا. بس شينزي بتتجاهله وبتحاول انها تهجم على سيمبا اللي بيحاول يهرب هو ونالا من الضباع، وبيتفاجئوا ان الضباع حصرتهم وبيفضلوا يتريقوا على سيمبا بسبب زئيره الطفولي، لكنهم فجأة بيترعبوا لما بيسمعوا زئير الملك مفاسا اللي بيكون وصل علشان ينقذ سيمبا ونالا. وفعلا بيبعد كل الضباع عنهم وبيقول لشينزي ان ده اخر تحذير ليها،
بعد كده مفاسا بياخد سيمبا ونالا وبيمشوا من المكان، وبيطلب من زازو انه يرجع نالا لبيتها لانه عايز يتكلم مع سيمبا. وفعلا زازو بياخد نالا وبيمشوا من المكان، ومفاسا بعدها بيقول لسيمبا انه باللي عمله ده عرض حياته وحياة نالا ومستقبل القبيلة للخطر. فبيقول له سيمبا انه كان عايز يثبت له انه شجاع وما بيخافش زيه، لكن مفاسا بيقول له انه بيكون شجاع لما ما بيكونش قدامه اي خيار تاني، وانه النهارده حس بالخوف لما لقاه في خطر. فسيمبا بيقول له ان الضباع كلهم كانوا مرعوبين منه، فبيقول له مفاسا ان ده لانهم عارفين عواقب اللي هيحصل لهم لو هاجموه. وبيفضل مفاسا يلاعب سيمبا شويه لحد ما سيمبا بيساله عن النجوم اللي في السماء، فبيقول له مفاسا ان النجوم دي ارواح ملوك الماضي اللي بيبص عليهم من السماء، وانه في يوم من الايام هيكون معاهم وشايفه لو احتاج له. اما عند الضباع فبيكونوا بيتكلموا عن قوه الملك مفاسا، وبيتفاجئوا بسكار قدامهم. فسكار بيقول لهم انهم مشردين وملهمش اي مكان، وفشلوا في انهم يتخلصوا من سيمبا ونالا بعد ما بعتهم ليهم. وبيعمل بعدها مع شينز اتفاق شرير جدا، وبيقول لها انه عايز يقتل مفاسا بمساعدتهم، وانه لما يبقى الملك هيسمح لهم يصطادوا في المملكه زي ما هم عايزين. فبيوافقوا الضباع على قتل مفاسا وابنه سيمبا. وتاني يوم سكار بياخد سيمبا الوادي موجود في المملكه، وبيقول له انه عارف ان باباه زعلان منه، علشان كده بيقترح عليه انه يصالح باباه، وده بانه يقعد لوحده في الوادي ويجرب زئيره لحد ما الزئير بتاعه يعلى، وساعتها مفاسا هيفرح لانه ابنه كبر. وبيسيبوا سكار وبيمشي وبيدي اشاره للضباع علشان يبداوا خطتهم. والخطه بتكون عباره عن ان الضباع تهاجم قطيع من الحيوانات البريه فوق التل، فالقطيع بيهرب من الخوف وبيبداوا يجروا في اتجاه الوادي اللي موجود فيه سيمبا، واللي بيحاول يهرب منهم وبيستخبى في قلب الوادي. وفي الوقت ده بيروح سكار لمفاسا وبيقول له ان سيمبا محاصر وسط الحيوانات البريه اللي بتهرب من الضباع. فمفاسا بيجري بسرعه علشان ينقذ ابنه اللي بيكون معلق نفسه على جذع شجره في الوادي. وبعد ما سكار بيوري له مكانه من فوق تل، مفاسا بينزل بسرعه وبيجري عليه. وفعلا مفاسا بيوصل لسيمبا وبيحاول ياخده، لكن واحد من الحيوانات بيخبطه وبيوقعه، بس بيقدر بعدها ياخد سيمبا وبيوصله لمكان آمن. وبيحاول ان هو يتسلق الصخور، وسكار في الوقت ده بيكون مراقب اللي بيحصل، وبيشوف مفاسا وهو بيتسلق الصخور لحد ما بيوصله، لكن سكار بيغرز مخالبه في ايد مفاسا وبيقول له عاش الملك، وبيضربه ضربة قوية وبيرميه من فوق التل. ولما سيمبا بيلاقي ان الحيوانات هديت بينزل من مكانه علشان يطمن على باباه، لكن للأسف بيتفاجئ ان مفاسا مات، وبينام في حضن باباه لحد ما سكار بيوصله وبيشوفه وبيقوله ان هو السبب في موت ابوه. لكن سيمبا بيقوله ان اللي حصل كان مجرد حادثة، وان مفاسا كان عايز ينقذه. فسكار بيقوله انه مصدقه، لكن محدش في القبيلة هيصدقه وهينتقموا منه كلهم، وبينصحه انه يهرب من المكان وما يفكرش يرجع هنا تاني. وفعلا سيمبا بيهرب من المكان، والضباع بتظهر بعدها من ورا سكار اللي بيأمرهم انهم يقتلوا سيمبا. فبيجروا الضباع ورا سيمبا علشان يخلصوا عليه، وفي الوقت ده سيمبا بيقع من فوق منحدر عالي جدا، فبيفتكروا الضباع انه ماتوا وبيرجعوا لمكانهم تاني، لكن سيمبا بيكون وقع تحت جذع شجرة في التل، وبيقوم وبيهرب بره المملكة. اما سكار فبيرجع للقبيلة وبيقول لهم انه حزين جدا على موت الملك مفاسا وابنه سيمبا، وانه ندمان انه ما كانش موجود على التل ساعة موتهم علشان ينقذهم. وبيقول لهم ان الوضع دلوقتي بيحتم عليه انه يكون الملك، وانه هيستعين بالضباع علشان يساعدوه في الحكم. وفي الوقت ده سيمبا بيكون ماشي في الصحراء لحد ما بيغمى عليه من الجوع والعطش، والطيور الجارحة بتبدأ تحوم حواليه ومستنية موته علشان تاكله. بس لحسن الحظ بيوصل النمس تيمون مع صديقه الخنزير بومبا، وبيبدأوا ان هم يبعدوا الطيور عن سيمبا، واول ما بيعرفوا ان اللي وقع ده اسد صغير بيترعبوا وبيهربوا. بس سيمبا وقتها بيفوق، وتيمون بيقول انهم انقذوا حياته. فسيمبا بيقول انه مش فارق معاه اي حاجة لانه عمل حاجة فظيعة جدا، وانه مش حابب يتكلم عنها. ولما تيمون وبومبا بيشوفوه مكتئب بيحاولوا انهم يواسوه، وبينصحوه ان يدي ظهره لاي مشاكل ممكن تضايقه. فبيقول لهم انه ما ترباش انه يعمل كده. فتيمون بيقول له انه لازم يمشي بمبدأ هاكونا ماتاتا، وسيمبا ما بيكونش قدامه اي حل غير انه يروح مع تيمون وبومبا، وبيعرفوه على الوادي اللي هم عايشين فيه، وبيقولوا له ان هم عايشين مع الحيوانات اللي موجودة في الوادي ده في سلام، وانه ما ينفعش يفترس اي حد فيهم، وانه لو عاوز ياكل ممكن يتغذى على الديدان زيهم. وفعلا سيمبا بيجرب وبيقتنع، وبتمر الايام وسيمبا بيكبر وصداقته مع تيمون وبومبا بتقوى. اما ارض العزة اللي بقى بيحكمها سكار بمساعدة الضباع بتكون اتحولت لارض قحلة بسبب عمليات الصيد الغير منظمة. وبنشوف نالا اللي بتقول لسراب انهم لازم يقاوموا سكار ويهربوا من المملكة، لكن سراب بترفض كلامها وبتقول لها انهم لازم يصبروا لان زمانهم اكيد هيرجع من تاني. وشينز قائدة الضباع بتبلغ سراب ان سكار عايز يقابلها، فسراب بتروح علشان تقابله، وبيطلب منها سكار انها تنضم له في اكل الفريسة اللي قدامه، لكن سراب بترفض وبتقول له انه قرب يقضي على كل موارد المملكة بسبب افراطه في الصيد. وسكار بيقول لها انه يقدر يعمل اللي هو عاوزه لانه الملك.
وبيطلب منها انها تتجوزه لانها فضلت عليه اخوه الملك مفاسا زمان، لكن سرابي بتقوله انه مستحيل يحصل، فسكار بيعاقبها بانه يخلي الضباع يخلصوا على كل الاكل. وتاني يوم بنشوف نالا وهي بتتسلل بالليل علشان تخرج بره المملكه من غير ما سكار والضباع يحسوا بيها، فبيشوفها زازو وبيحذرها انها تمشي لانه خايف عليها، لكن نالا بتقوله انها تروح تدور على حد علشان يساعدهم من بره المملكه. وفي الوقت ده سكار بيحس بوجودها وبيبدا يدور عليها، لكن زازو بيوهم انه هو اللي بيتحرك في المكان. اما نالا فبتنجح انها تهرب بره المملكه. وبنرجع لسيمبا اللي بيكون بيلعب مع الفراشات في الوادي، وبيكسر لاصدقائه صخره كبيره جواها عدد كبير من الديدان علشان ياكلوها. وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا مع بعض على صخره وبيفضلوا هما الثلاثه يتاملوا النجوم اللي في السماء. وبومبا بيسال تيمون النجوم دي عباره عن ايه، وتيمون بيقوله ان هو متاكد انها عباره عن حشرات منوره او دبان مضيء في السماء. ولما بيسالوا سيمبا عن رايه، سيمبا بيفتكر كلام بابا ليه وبيقول لهم ان حد قال النجوم دي عباره عن ارواح الملوك العظام اللي بيراقبونا من السماء. وساعتها تيمون وبومبا بيتريقوا عليه، فبيزعل سيمبا وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيكون قاعد لوحده، خصله من شعره بتقع وبتنزل في الميه وبتفضل ماشيه مع تيار الميه، وبتوصل بالصدفة للقرد رفيقي اللي بيعرف من خلالها ان سيمبا لسه عايش. وفي الوقت ده تيمون وبومبا بيكونوا سعداء وماشيين مع باقي الحيوانات اللي في الوادي، فبتشوفهم نالا وبتهجم عليهم علشان تفترس اي حد منهم. وقبل ما نالا تفترس بومبا، سيمبا بيوصل وبيشتبك معاها، لكنه ما بيكونش عارف ان دي نالا صديقته، لكنه بعد كده بيتعرف عليها. ووقتها بتعرفه نالا باللي سكار عمله في المملكة هو والضباع، وبتقوله انه لازم يرجع للمملكة تاني كملك، لكن سيمبا بيرفض. وبياخدها في جولة معاه علشان يعرفها على جمال المكان اللي عايشين فيه، وبيقضوا وقت جميل مع بعض. وبالرغم من كده نالا بتفشل انها تقنع سيمبا انه يرجع معاها الارض العزة، وبتستغرب انه اختفى الفترة دي كلها من غير ما يعرفهم مكانه. وطبعا سيمبا بيكون مقتنع انه هو اللي قتل باباه، فبيرفض انه يرجع معاها، وبيقول لها ان سكار دلوقتي هو الملك. فنالا بتزعل وبتسيبه وبترجع للمملكة. وبعدها بنشوف سيمبا وهو ماشي لوحده وبيفكر في كلام نالا. وفي الوقت ده القرد رفيقه بيكون قدر يوصل لمكان سيمبا وبيشوفه، ولما سيمبا بيسأله انت مين، رفيقه بيعرفه ان هو اول واحد شاله وقدمه للمملكة وهو طفل صغير، وبيقوله ان الملك مفاسا لسه عايش. فبيستغرب سيمبا لما بيسمع الكلام ده، وبيجري رفيقي، فسيمبا بيجري وراه لحد ما بيوصلوا لبركة مية في الوادي، وبيطلب منه انه يبص فيها. فسيمبا بيشوف انعكاس صورته في المية، وبيعرف ان رفيقه عايز يوصل له ان روح باباه لسه عايشه جواه. ووقتها بيفتكر كلام باباه بانه لازم ياخد مكانه ويتحمل مسؤوليته كملك. ولما رفيقه بيساله يا ترى عرفت انت مين دلوقتي، بيرد عليه وبيقول له ان الملك سيمبا ابن الملك مفاسا. وبيقف فوق صخرة عالية وزئيره بيكون عالي جدا، وبياخد طريقه بعدها علشان يرجع للمملكة. وبيلحق نالا في الطريق وبيطلب منها انها تكمل معاه الارض العزة، وبيكملوا طريقهم مع بعض. وبيشوف سيمبا المملكة اللي اتحولت لخراب في عهد سكار، وزازو بيشوفه وبيفرح جدا برجوعه. وسيمبا بيشوف ان تيمون وبومبا اصحابه وجم وراه علشان يساعدوه، وبيعرفهم ان هم دلوقتي بقوا في مملكته. وبيبداوا ان هم يتسللوا كلهم علشان يدخلوا للمملكة، لكنهم بيكتشفوا ان الضباع محاصرين كل حدود المملكة، وبيفكروا يستخدموا بومبا كطعم للضباع، وده علشان يشتتهم. وفعلا بيعملوا كده، وتيمون بيقول للضباع ان بومبا جاهز علشان يكون العشاء بتاعهم. وبتنجح الخطة، والضباع بيبداوا ان هم يطاردوا تيمون وبومبا. وبيفضل الطريق قدام سيمبا ونالا، وبنشوف رفيقه هو كمان وهو بيخرج عصايته القديمة وبيستعد للمعركة. وفي الوقت ده سكار بيكون بيهدد سرابي وبيطلب منها انها تتجوزه، لكن سرابي بتقول ان هو نكره بالمقارنه مع الملك مفاسا، فبيهجم عليها سكار وبيضربها. وفي الوقت ده بيوصل سيمبا، ولما سكار بيشوفه بيفتكر ان هو مفاسا، وبينزل سيمبا لامه وبيطمنها ان هو مش هيسيبها تاني. وبتظهر نالا وقتها وبتقول لسكار ان سيمبا هو الملك الحقيقي ليهم، لكن سكار بيستغل الفرصه وبيقول ان سيمبا هو اللي قتل مفاسا. وبيعترف سيمبا بغلطته قدام القبيله، وبيبدا يتوتر قدام سكار. وفجاه رجل سيمبا بتتزحلق من فوق التل وبيتعلق في ايده في الصخرة، وسكار بيفتكر ان الموقف ده شبه موقف قتله للملك مفاسا. وبيغرز سكار مخالبه في ايد سيمبا وبيقوله ان هو هيقتله دلوقتي زي ما قتل ابوه. ولما بيسمع سيمبا الكلام ده بيتعلق في شعر سكار، وبيقدر ان هو يطلع على التل من تاني، وبيواجهه بعدها بالكلام اللي هو قاله له. وفي الوقت ده بيأمر سكار الضباع ان هم يهجموا على القبيلة، وبيبدأ سيمبا وباقي الأسود ان هم يشتبكوا معاهم، وبتبدأ ما بينهم معركة قوية جدا. وكمان تيمون وبومبا بيشتركوا في المعركة دي. وبنشوف نالا اللي بتضرب شينزي وبترميها من فوق التل وبتتخلص منها. وبيبدأ سيمبا يخلص على مجموعة من الضباع، ولما بيشوف سكار اللي بيحصل بيبدأ انه يهرب من المكان، لكن سيمبا بيفضل يطارد
برضه لحد ما بيقدر يحاصره فوق التل. وسكار بيفضل يترجى انه يرحمه وبيقول له ان الضباع هم اللي كانوا السبب في كل اللي حصل وانه كان ناوي يتخلص منهم في اقرب وقت. فسيمبا بيقول له انه كده كده ما كانش هيقتله زي ما قتل ابوه، وبيأمره انه يهرب بره المملكة وما يرجعش تاني زي ما قال له قبل كده وهو صغير. لكن سكار بيخدعه وبيبدأ ان هو يشتبك معاه علشان يقتله. وبعد معركة طويلة جدا بينهم سيمبا بيقدر ان هو يتغلب عليه، وسكار بيقع من على تل لكنه ما بيكونش مات، وبيقابل تحت باقي الضباع اللي الاسود وقعوهم. وكمان بيقابل شينز اللي بتقول انها سمعت كلامه مع سيمبا انه كان ناوي يخلص عليهم، فبيهجموا عليه كلهم وبيخلصوا عليه. وسيمبا بيرجع لقبيلته من تاني وبيكون ملك لأرض العزة. وبعد وقت قصير بترجع المملكة لجمالها من تاني تحت حكم الملك سيمبا والملكة نالا اللي بقت زوجته دلوقتي. وبنشوف رفيقه وهو بيقدم للمملكة سيمبا ونالا وأول أمير ليهم. وبس كده، لو عجبك الملخص ما تنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتقولنا رأيك في الكومنتات. سلام.